علشان تلاقي اول وظيفه ليك انت كمحلل بيانات وانت زيرو خبره لازم يكون عندك بورتفوليو قوي. واكبر غلطه ممكن تعملها في البورتفوليو بتاعك انك تعمل مشاريع عشوائيه بتبين شطارتك في التحليل لكن مش بتحل مشكله حقيقيه في البيزنس. المفروض المشاريع اللي بتشتغل عليها تكون بتحل مشاكل واقعيه، لان ده بالظبط شغلنا كمحللين بيانات. مثال على مشروع عملي ممكن تعمله في البورتفوليو بتاعك، انك تعمل سيناريو وهمي وتتخيل انك رحت لعميل عنده سلسله محلات ادوات منزليه وبدات تاخد منه الريكويرمنتس، فقال لك مثلا عايز اعرف انهي منتجات بتتباع اسرع واي فرع بيبيع عندي اقل، وعايز اتابع مبيعات الشهر ده، وعايز اعرف بتعلى ولا بتنزل. ساعتها تبدا انت كداتا اناليست هتشتغل على قاعده بيانات الراجل ده، تنظفها بقى وتحللها وتعمل لها داشبورد علشان يقدر يعرف منها المعلومات اللي محتاجاها بسهوله. وبالمناسبه تقدر تشتغل على بيانات جاهزه من كاجل مثلا، وتفترض ان البيانات دي من العميل بتاعك وتشتغل عليها كانها مشروع حقيقي. وخليك فاكر ان المشروع المتكامل مش مجرد داشبورد بس، فبعد ما تحلل البيانات لازم تكتب متطلبات العميل ايا يكن كانت ايه، وكمان ازاي حليت المشكله، ولازم تعرف ايه التاثير اللي حصل في البيزنس بتاعه بسبب تحليلك للبيانات بتاعته. انت ممكن تكتب في المثال ده اما العميل قرا البيانات بتاعتك او الداشبورد اللي انت عملتها له قدر يزود المبيعات بتاعته 30% او قدر يرفع مبيعات الفروع الضعيفه. كده قدرت تعمل مشروع يستحق فعلا تحطه في البورتفوليو بتاعك، واكيد ساعتها فرصه انك تلاقي شغل هتزيد. وده كان فيديو النهارده، اتاكد انك عامل فولو علشان تتابع بقيه الحلقات وتعرف اكتر عن كارير محلل البيانات.